السلام عليكم ورحمة الله. بحب أرحب بكل الأصدقاء في الصف الرابع ابتدائي برايمري جريد 4، وكمان بحب أرحب بأعزائي من الأمهات والآباء الموجودين معانا. الفيديو النهاردة يا أصدقائي خاص بالدرس الثالث والرابع، طبعا يونت 1 الوحدة الأولى، ليسون 3 وليسون 4 زي ما قلنا. ليسون 3 ده بعنوان many forms to write numbers، يعني أشكال مختلفة لكتابة الأعداد. وليسون 4 بعنوان composing and decomposing، التجميع والتفكيك. طب علشان ما نضيعش وقت تعالوا بسرعة ندخل على الدرس. وبحب أفكر أصدقائي اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت بسرعة يشترك دلوقتي ويدوس على اللايك وزر الجرس عشان يوصلك كل الدرس وكل الدروس اللي احنا بننزلها. أهلا بأصدقائنا مرة تانية. الدرس الثالث يا شباب زي ما كنا بنتكلم، قلنا إن هو بيتكلم على many forms to write number، يعني إن إحنا ممكن نكتب الأرقام بعدة أشكال. طيب أول شكل أو أول فورم اللي عندنا اللي هي الستاندرد فورم. الستاندرد فورم ده الشكل التقليدي اللي إحنا متعودين عليه، اللي هي عبارة عن الرقم بيتكتب ومجموعة فواصل اللي موجودة، الكومز اللي موجودة، وده الجزء الخاص باليونتس، وده الجزء الخاص بالثاوزند، وده الجزء الخاص بالمليونز. فالستاندرد فورم او الشكل الاولاني ده اتصور ان احنا مش محتاجين نتكلم عليه، كلنا عارفينه وكلنا يعني عارفين بيتكتب ازاي وكده. طيب الشكل الثاني اللي هو الفورم الثاني اللي هو بيطلق عليه الاكسباندد فورم. الاكسباندد فورم اللي هي بالعربي بيبقى زي بيسموها زي الشكل الممتد او الصيغه الممتده. طيب الاكسباندد فورم ده عباره عن ايه ببساطه؟ قال لك الاكسباندد فورم دوت بيبقى مجموعه ال الارقام اللي هي لو انت جمعتها مع بعض هتديك الايه النمبر اللي عندك. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا عندي الرقم اللي عندنا دوت عباره عن ايه؟ 149 million 597,873. طيب نبدا من الشمال. 100 مليون، قال لك ببساطه 100 مليون هنروح كاتب هنا 100 مليون، ادي ال 100 مليون كتبناها اهي. يبقى اول حاجه اول ديجيت من اللي احنا خدناه على الشمال اللي هو ال1 ديت تمثل ايه؟ تمثل ال 100 مليون زي الفل. الديجيت اللي بعديه اللي هو ال4 ده يمثل ايه؟ يمثل ال 40 مليون، يمثل ال 40 مليون، ادي ال 40 مليون. طب والناين اللي بعديها ديت، الناين دي تمثل ايه؟ دي تمثل 9 مليون عادي، 9 مليون. فلو احنا بصينا الثلاث ارقام، ادي ال 100 مليون، ادي ال 40 مليون، ادي ال 9 مليون. يبقى احنا كده خدنا الرقم الاولاني على الشمال اللي هو ال 100 مليون، خدناه كامل كنا بنجيب الفاليو بتاعته، وال4 دي كامله كنا بنجيب الفاليو بتاعتها اللي هي 40 مليون، وال9 دي كامله كنا بنجيب الفاليو بتاعتها اللي هي 9 مليون. هنعمل القصه دي مع بقيه الديجيت اللي موجوده، ماشي؟ يعني ال5 على سبيل المثال هتبقى ايه؟ هتبقى 500، ادي هنا ال 500. طيب الديجيت اللي بعدها اللي هو ال9 هتبقى ايه؟ ادي ال9 هتبقى ايه ديت؟ هتبقى 90,000، ادي ال 90,000. والديجيت اللي بعديها اللي هو ال7 هتبقى 7,000، ادي يا جماعه 7,000. اوكي؟ طيب اللي بعدها ال8 ديت هتبقى عباره عن ايه؟ ال8 دي هتبقى 800، ادي ال 800. واللي بعدها الديجيت اللي بعدها اللي هو ال7 ده عباره عن ايه؟ ده زي 70 لان هو ده في خانه التنس فيبقى 70. في خانه الوانز اللي هو 3 ده بينزل زي ما هو 3 خلاص. يبقى انا كده لو انا في الاكسباندد فورم لو انا جمعت الارقام دي كلها هتديني ايه؟ هتديني الاوريجينال نمبرز بتاعي. الطريقه دي اللي بيتكتب فيها الاكسباندد فورم، هل دي الطريقه الوحيده؟ قال لك ممكن طريقه اسهل لو انت الطريقه دي هتعقدك شويه، ممكن تكتبها بالشكل تحط كل رقم من دول او كل نمبر من دول تحطه في سطر لوحده
وتجمع اللي بعديه على السطر في السطر الجديد واللي بعديه في السطر الجديد وهكذا، مع الاخذ في الاعتبار ان انت تنزل الارقام صح عشان انت تتاكد في الاخر ان انت منظمها صح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي وليكن ده مثلا دي ال 100 مليون، لما اجي اكتب ال 40 مليون اكتبها بحيث احازيها على اليمين عشان في الاخر اخره المحاذاه دي تبقى في النهايه ايه؟ هتلاقي الرقم بيقل عدد ديجيت لحد ما توصل في الاخر رقم واحد. هنا بدا ب8 ارقام او 9 ارقام، هنا بدا ايه؟ هنا بدا انتهى بديجيت واحد. فدي اللي بيطلق عليها الاكسباندد فورم. ماشي، يبقى انا كده عندي الستاندرد فورم وعندي الاكسباندد فورم. تعال نشوف بقيه الفورمز شكلها ايه. طيب احنا خدنا الفورم اللي هو الاولاني والثاني اللي هي الستاندرد فورم والاكسباندد فورم. الفورم الثالث اللي هي الوورد فورم اللي هي بيطلق عليها الصيغه الكلاميه او اللفظيه. الصيغه الكلاميه او اللفظيه ببساطه هو كما لو كان الواحد زي ما بينطق بيكتب. يعني على سبيل المثال هنا مثلا 149 مليون، 149 مليون 597,000 873. يعني ببساطه اللي انا بنطقه بلساني انا بكتبه بشكل كلامي، بشكل وورد. يعني ايه؟ بشكل كلامي وليس بشكل حرف، مش بشكل ارقام يعني. ماشي، دي اللي بيطلق عليها الوورد فورم او الفورم الكلامي او الفورم اللفظي. ماشي، او الصيغه اللفظيه. الاخيره اللي هي رقم 4 اللي هي بيسموها شورت وورد فورم، هي صيغه لفظيه قصيره. شورت وورد فورم هي وورد فورم بس يعني اقل شويه. الفرق ما بين دي ودي ايه؟ ان في الوورد فورم كل الاكسبريشن اللي بيتقال هو اكسبريشن كلامي، وورد، كلها حاجات كلاميه مرتبطه بالكلمات. بينما الشورت وورد فورم هي مرتبطه بجزء منها كلامي وجزء منه ديجيتس، جزء منه رقمي. يعني هنا مثلا بدل ما انا اكتب هنا 149 مليون كتبت هنا ايه؟ بالديجيت 149 مليون. وبدل ما اقول والله 597,000 كتبت 597,000. يبقى الجزء دوت كتبته ايه؟ باي ديجيت، ده ديجيت. الحاجات الكلاميه الوحيده هي كلمه مليون وكلمه 1000، الباقي استخدمت ايه؟ استخدمت ديجيتس. فدي اللي بيطلق عليها الشورت وورد فورم. كده الدرس الثالث خلص وهنخش دلوقتي على الدرس الرابع. ماشي، اوكي، تمام. تعال نخش نشوف الدرس الرابع. ايوه يا اصدقائي، دلوقتي هنتكلم على درس 4 اللي هو عباره عن او بيتكلم عن الكومبوزنج اند ديكومبوزنج نمبرز، بعنوان composing and decomposing numbers. composing دي معناها حاجه زي يجمع، حد بيجمع حاجه، وديكومبوزنج دي العكس بتاعها اللي هو يفكك حاجه من بعضها. فcomposing and decomposing numbers معناها تجميع وتفكيك الارقام. طيب احنا خدنا في الدرس اللي فات ان احنا عندنا مجموعه من الفورمز ممكن الرقم ياخدها، من ضمنها الاكسباندد فورمز. الاكسباندد فورم ده فيه منه شكلين. اول شكل هو الشكل التقليدي اللي احنا خدناه، اللي هو الشكل ده الشكل اللي احنا خدناه في الدرس اللي فات. هو الموضوع بسيط، ان هو بيجيب لك الرقم، وليكن الرقم اللي فوق دوت 149 مليونز 597,873، وبيحط الفاليوز بتاعت كل ديجيت. يعني ال1 هنا الفاليوز بتاعتها ب 100 مليون، ال4 هنا الفاليوز بتاعتها 440 مليون، ال9 هنا ب 9 مليون، ال5 هنا 500,000، ال9 90,000 وهكذا. ده الشكل اللي احنا خدناه في الاكسباندد فورم. قال لك في شكل تاني ممكن يتكتب بشكل مختلف شويه، زي ما احنا شايفين الشكل الجديد دوت. عمل ايه الراجل؟ راح واخد ال1 هنا اللي موجوده في خانه ال100 بتاعت المليونز وحطها هنا، وقال لك 1 multiply by 100 مليونز. راح واخد ال4 ديت اللي هي تعتبر 40 مليون وحطها هنا،
نضربها في ايه؟ نضربها 4 ملتبلاي باي 10 مليونز اللي هي هتبقى 40 مليونز. راح واخد ال 9 ديت نضربها في مليون، 9 ملتبلاي باي 1 مليون، وعمل نفس القصة في الباقي. قال لك ال 5 ديت هضربها في 100,000، ال 9 هنا هيضربها في 10,000 لأن دي خانة تنس، ال 7 هي 7,000 هيضربها في 1,000، ال 8 هنا هيضربها في 100 لأن دي خانة ال 100، 8 ملتبلاي باي 100، ال 7 دي اللي هي في أساس 70 هيضربها باي 10، 7 باي 10 زي ما احنا شايفين، وال 3 طبعا هيضربها ايه؟ دي هتضرب في 1 زي ما احنا عارفين، اللي هي بنفس القيمة. فده السكند شيب من الاكسباندد فورم. تمام كده يا شباب؟ طبعا دي او دي الاثنين سيان، يعني هما الاثنين يمثلوا اكسباندد فورم. ماشي؟ طب تعال نبص كده الصفحة الثانية. تعال نبص يا شباب على الشكل دوت. عندنا هنا زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية الاكسباندد فورم الأولانية والاكسباندد فورم الثانية. قال لك ببساطة موضوع الكومبوزنج ان هو لو انت مديك رقم زي كده، رقم زي اللي هو الستاندرد فورم دوت، قال لك حوله لي للايه؟ الاكسباندد فورم. وممكن يطلب انك تحوله للشكل دوت او الشكل ده، ما تفرقش. يعني احنا كده عندنا ايه؟ شكلين للاكسباندد، ده واحد منهم وده التاني. ماشي؟ هو كل اللي هيعمله يا اما يديك شكل من الاثنين دول يقول لك حوله لي للستاندرد فورم، يا اما يديك شكل من ستاندرد فورم يقول لك حوله لي للشكل الاكسباندد فورم. يعني هي المسائل في اغلبها مش هتتحرك عن الايه؟ عن المفاهيم دي، ان انت بتتحرك من الستاندرد فورم او حتى الوورد فورم الى واحده من الايه؟ من الاكسباندد فورم دي. ودي طبعا يعني المسائل كلها اللي هي بتتمحور حوالين ايه؟ حوالين الفكرتين دول، فكره انك تعمل كومبوزنج او دي كومبوزنج. اوكي؟ تعالوا نشوف المسائل طيب ازاي بتبقى موجوده وازاي بتتحل على الافكار اللي موجوده في الدرس ده. طيب يا اصدقائي، احنا كده يبقى خلصنا درس 3 و4 ليسون 3 اند 4. اللي حابب يشوف الاكسرسايز على الدرسين دول يقدر يدخل على الفيديو بتاع الاكسرسايز. وبحب افكر اصدقائي اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يفعل الاشتراك بسرعه ويدوس على زر الجرس علشان يجيلك كل الدروس اللي احنا بننزلها. بحب اشكركم على وجودكم معانا واشوفكم في فيديو الاكسرسايز علشان نشوف الافكار والتريكات اللي بتيجي في المسائل والامتحانات. شكرا لكم.